وقفلت السكه. وقفلت السكه يا فندم، بس انا حسيت بحاجه يا فندم. حاجه ايه؟ انها رافضه ده كله. يعني ايه؟ رافضاه يا سيد عزيز، رافضاه خالص، مش مصدقه. انت معاكي حق طبعا يا شريفه. تفتكر في حاجة ورا الحكاية دي؟ الله اعلم. رفيق، نعم. انت ليه مش عايز تتكلم معايا في الموضوع ده؟ لان كل ما بتكلم معاكي في الحكايه دي بتزعلي. طب حطي نفسك مطرحي. شريفه، انت لازم تواجهي الواقع من غير خوف. واقع؟ انت يعني شايفه ان اللي بيحصل ده طبيعي؟ والله ما انا عارفة. لانك مش عاوزه تعرفي، عشان اللي بيحصل ده مش طبيعي ومريب كمان. طيب ايه اللي يجبره ان هو يعمل كده؟ لانه مش قادر يواجهك بالحقيقه. طب قول لي اعمل ايه؟ ولا حاجه، تواجهي الواقع وتسلمي امرك لله. لا اله الا الله، بس قلبي مش مطوعني. انت معاكي حق، لكن مواجهه الواقع هتخفف عليك الصدمه لو اكتشفت الحقيقه في يوم من الايام. يعني لو اللي اسمه سهيل ده كلمني او جاب لي جواب ما استلموش؟ ما ترد عليا يا رفيق. مش عارف، حقيقي مش عارف يا شريفه، وارجوكي ما تسالنيش سؤال زي ده تاني. يعني دلوقتي انا اذا اتكلمت مع دان او ايزاك وحسيت انه بلغ او حسيت باي نوع من انواع الخطر، انفذ الخطه فورا بدون تردد. الخطة طبعا قدامك واضحة، والباسبور اللي معاك مش مزور، ويمكن بعد ساعة بالكتير هتكون عبرت الحدود للبنان، ومن أول تليفون يقابلك تطلب النمرة اللي معاك. في أي وقت؟ في أي وقت، بالليل أو بالنهار. واللي هيرد عليك تقول له الجملة المتفق عليها، يقول لك هتعمل إيه بالظبط. قبل مرور 24 ساعة هتلاقي نفسك في مصر. طب افرض إني ما قدرتش أعبر الحدود للبنان لأي سبب من الأسباب؟ عندك الخطة البديلة اللي تخرجك من إسرائيل للضفة الغربية. أنا مش محتاج أقول لك إن إحنا مش مستغنيين عنك. وبالنسبة للفلوس؟ شوف، بخور شطريط. لا، بخور شطريط ده اطمن من ناحيته، لأن بخور شطريط مش محتاج لأي نوع من أنواع الفلوس. لاحظ إن بخور شطريط هيبقى مفيد جدا لينا من موقعه ده. ما أنا قلت لسيادتك بخور شطريط بعد الكاس الثالث ما بيعرفش هو بيقول إيه بالظبط. أنت متأكد طبعا من الكلام اللي بتقول؟ طبعا متأكد، وعملت له كذا اختبار. لقيته الصبح ما بيبقاش فاكر هو قال ايه امبارح بالليل، الا بقى اذا كنتوا عايزين تدفعوا لي ثمن الازايز اللي هيشربها. طيب، تفضل الشركه ودان وايزاك؟ لا، خلي عنكم الشركه. الشركه الحمد لله دلوقتي مغطيه نفسها، والحمد لله بتكسب كويس. انت مش ملاحظ انك انت مستعجل حبتين؟ وانت مش ملاحظ سعادتك انك ناسي حاجه؟ ناسي ايه؟ اني يهودي. لاحظ انك ممكن تتزنق وتحتاج لفلوس. انت لسه قدامك تذاكر طياره ورحلات واكراميات. انا جايب لسعادتك معايا الكشف زي اللي قدمته للضرايب هناك في اسرائيل، ومعاه ترجمه باللغه الانجليزي لانه طبعا مكتوب بالعبري. احتاجت سعادتك فيه ان الحمد لله دلوقتي الشركه مغطيه نفسها وبتكسب كمان. طيب، يفضل دان وايزاك. ايوه، دول بقى اللي احنا ممكن نتكلم فيهم. تفتكر دان يحتاج لكام كل شهر؟ مش عارف سيرينا. كلارا طلبت منك حاجات معينة دان؟ افهميني سيرينا، كلارا ما طلبتش مني حاجة، ولو طلبت مني حاجة مش هتطلب غير اللي أنا أقدر عليه. بس أنت صرفت في قبرص مبلغ كبير. أيوة، أنا لو كنت قلت لها إن أنا ما عنديش فلوس ما كانتش طلبت حاجة. طب ما تقول لها الحقيقة وتريح نفسك دان. مش قادر سيرينا. أنت عارفة إن كلارا بترضيني وأنا كمان لازم أرضيها. أنت عاوز فلوس دان؟ لا، أنا مش محتاج فلوس. طب إيه اللي مضايقك؟ أنا محتاج أتكلم، بس محتاج لصديق أقول له إيه متاعبي. عن إذنك سيرينا. دان،
بالنسبة لإيزاك بن عميتاي كفاية عليه مرتب سجانة له في جيش الدفاع، يعني مع بعض المكافآت لو جاب حاجة عليها القيمة. تفتكر ده كفايه على واحد مقامر زيه؟ يعني لو احتاج الأمر لحاجة هتصرف أنا وبعدين نبقى نتحاسب. ما تنساش يا ديفيد، مفيش داعي للاستعجال. ما تخافش يا سيد نديم. اطرق الحديد وهو ساخن. حاضر. الحديد وهو سخن بيبقى طيع. أوعدك. وكتبت جواب للشريفه. الجواب معايا أهو. قلت لها فيه انك هتزورها قريب؟ أمر طبيعي لأني قلت لها ده في الجواب الأخير. ده انت اتاخرت قوي. ما تنساش ان عندك ميعاد بكره بدري في الادرياتيك. ده مش بس كده، ده أنا لازم أرجع بكرة كمان. يهودية مردخاي اخبارها ايه؟ ايه مالك؟ انتوا ما بتنسوش حاجة أبدا. نينو، جفرت ايه نينو في ايه؟ جفرت مردخاي، انا عايز مقابلة شخصية مع أدون سامحون؟ لا، عاوز حد يساعدني. الشغل بقى كتير قوي. مش قادر تستنى 3 أسابيع؟ وليه 3 اسابيع؟ لأننا بعد 3 أسابيع هنتنقل المكتب الجديد، وهناك أكيد هيبقى في حد يساعدك. حقيقي جفرت؟ هات أنا أدخل القهوة، روح لبتوع الحسابات شوفهم عايزين ايه. ايه يا وداد؟ انتي جايبه القهوه بنفسك؟ أصل نينو تعبان من الشغل. بيني وبينك معاه حق، الشغل بقى كتير عليه قوي هو لوحده. بس لما عرف إننا هنتنقل مكتب جديد كان سعيد جدا. ايه اخبار مهندس الديكور؟ وعدني إنه هيسلم المكتب بعد 3 أسابيع. واخبار السواقين الجداد؟ أنا شايفة إننا نتفق مع 2 من العرب. علشان مرتباتهم اقل، مش كده؟ دي ناحية. والناحيه التانيه؟ العربي لما يلاقي شغل بيبقى متمسك بيه جدا، بعدين هنعرف نتفاهم معاهم بسهولة. اوكي يا هدات، اوكي. اتفقي مع 2 من العرب بنفس مرتب الاسرائيلي. ده علشان تعرفي تاخدي منهم شغل كويس، وفي نفس الوقت هيحافظوا على الاتوبيسين، وده الاهم. ماجي تورز. بوكر توف راب سيرن بن عمتاي. موجود. دقيقة واحدة اشوفه. ده سأل عليك طول الأسبوع اللي فات بإلحاح. الو إيزاك، ازيك؟ ديفيد، يا ترى ممكن اشوفك؟ ممكن نتغدى مع بعض كمان. في كاسات؟ الساعة 1:30. اوكي يا وداد، انا هنزل ورايا مشوار وهرجع بعد الغدا في ميعاد الشغل. مش هتكلم ألوف رابينوفيتش؟ ممكن اطلب منك طلب؟ قول أي حاجة. لو سمحتي خليكي بعيد عن علاقاتي مع اصدقائي. أنا عارفة إن كلارا جميلة وكانت مرشحة إنها. يا وداد، أنا آسفة. مش انا اللي يعمل ده مع اصدقائه. أنا مش قصدي. لو انا كده يا وداد كنت على الاقل لبيت دعوتك اللي بقالها اكتر من سنه دلوقتي. انا راجع في ميعاد الشغل. ازاي ديفيد؟ ازاي؟ ما انا قلت لك من الاول دور على شغل اضافي. ما هو انا طلبتك النهارده عشان كده. مش فاهم. انا مستعد لاي وظيفه في ماجي تورز، بس بشرط ان محدش يعرف. ماجي تورز؟ مش ده اللي انت قلته؟ تفتكر يعني ماجي تورز تحتمل انها تشغل عندها راف سيرن في القوات الجويه؟ خلاص، ساعدني في ان الاقي اي شغل، اي شغل في اي حاجه، في اي مكان، بس المهم ان ما حدش يعرف. انت عارف ديفيد، انت عارف. اوكي، انا هحاول، بس ده مش وعد. ارجوك. بس ده ما يمنعش انك تسدد اللي عليك. ها؟ انت عارف ديفيد، انا عارفه حاجه واحده بس يا حبيبي،
انك استلفت من ماجي تورز مبلغ ضخم ولازم تسدده، والا لا ارجوك ديفيد، انت كده تضيع مستقبلي وسمعتي ممكن تتاثر. بس انا كمان يعني اضمن منين ان الاقي لك وظيفه ما حدش يعرف عنها حاجه؟ انت عارف ان لو عرفوا يبقى مشكله كبيره. على العموم ازاك انت قدام منك مهله عشان تفكر فيها. ارجوك، انا محتاج المبلغ ده. هنا انا مضطر امشي دلوقتي لاني عندي ميعاد مهم. كمل انت يا باشا، خلي بالك عشانك هنا. شكرا. الجمهورية طبعا طبعا. الو، عرفتوه ديفيد؟ عرفته بدان. واضح انك نمت مع ان الوقت مش متاخر. هو ما كانش نوم، ده يعني كان مشروع في نوم. يا ترى اقدر اجي اخد معاك درينك؟ مرحبا بيك في اي وقت، انما اوكي، هكون عندك بعد 20 دقيقة. دان، بلاش تروح لديفيد. وبعدين كلارا؟ انا مش عاوزاك تستدين علشاني. ديفيد صديقي والمسألة ما فيهاش ان انا ديفيد انسان كويس وانا بحبه حقيقي، لانه صديق مخلص وكل ما يسافر اوروبا يجيب لي هدايا معاه. انما دان، انا مش عاوزه البروش ده. بس انا عاوز اجيب لك البروش ده كلارا. كده مش هتخليني اقول حاجه قدامك تاني. ايوه، انت زعلانه ليه كلارا؟ انا زعلانه لاني بحبك انت، بحبك لشخصك، مش عشان كل ما اقولك ان في حاجه تترجمها لفلوس. لا، انا كمان من واجبي ان انا اسعدك كلارا. انا سعيده معاك من غير اي حاجه ده. وانا هبقى اسعد كمان لما اشتري لك البروش ده. ومنين هتجيب فلوس تسدد لديفيد تمن البروش ده؟ كلارا، دي مشكلتي انا بقى، مش مشكلتك انت. داني، انا بحبك ولازم اعبر لك عن شعوري. وانا كمان بحبك قوي ومش عاوزاك تستدين علشاني. كلارا، لاحظي ان ديفيد مستنيني. داني، قد ايه انا بحبك. ما تنساش يا ديفيد، مفيش داعي للاستعجال. اطرق الحديد وهو ساخن، الحديد وهو سخن بيبقى طيع. يا ريتني ما قلت له، يا ريتني ما قلت له ان البروش عاجبني. بس اقول لمين؟ اتكلم مع مين؟ دان، تعرف قد ايه انت صديق حميم؟ تعرف اكتر مني كمان قد ايه انا عاوز اساعدك، لكن ديونك كترت قوي دان. ديفيد، انا مستعد اوقع لك ايصالات بالمبالغ اللي استلفتها منك. بس مش هي دي المشكلة. ديفيد، انت عارف ديفيد ان انا مضطر ديفيد ان انا اطلب منك القرض ده، لان انا وعدت. هتسدده ازاي؟ انت بتشك ان انا هسدده؟ القرض اللي قبله. انت عارف الظروف اللي مرينا بيها في قبرص كان شكلها ايه؟ واللي قبله. انت عاوز تقول ايه ديفيد؟ عاوز اقول انك يعني لازم تدور على عمل. ديفيد، انا حاولت لكن فشلت. دان، انت عارف الناس اللي زيك عندهم كتير
كتير كتير قوي. ديفيد ارجوك ارجوك بلاش تقول الكلام اللي بيقوله غيرك. انا ما اخبيش عليك ديفيد ان انا حاولت اعمل زيهم لكن ما قدرتش. انا وجدت ان انا ما اصلحش لاي شيء في الدنيا دي غير اني اكون راجل عسكري وبس. ده شرف كبير ليك. ايوه بس العسكريين في البلد دي ما حلتهمش غير مرتباتهم. شأن العسكريين في الدنيا كلها وواقفين بالمرصاد لاي واحد بيحاول يعمل نشاط زيهم. ديفيد انت صديقي وعارف قد ايه انا بحب كلارا، واعرف كمان قد ايه كلارا بتحبك. ايوه ما هي دي المصيبه. مصيبه؟ ايوه. دان انت ما شربتش الا يعني. ديفيد انت مش فاهم. فهمني. ديفيد انت في عز شبابك ومش ممكن هتقدر تقدر اللي انا بشعر بيه. متهيألي انك بتبالغ شويه. ديفيد ارجوك من غير ما تجرح مشاعري ممكن تساعدني؟ ممكن حقيقي. بس مش عارف يعني، مش عارف إذا كانت الطريقة دي تناسبك ولا لا. أي طريقة وأي وسيلة. اترك الحديد وهو ساخن، الحديد وهو سخن بيبقى طايع. سمعت عن منظمة بتعمل من أجل إحلال السلام في العالم كله. منظمة إيه دي؟ أنا معرفش بالظبط وماليش علاقة مباشرة بيهم. أيوة يعني هم عايزين إيه؟ يعني أنت عارف إن الجماعة الرومانسيين دول عاوزين يعملوا على إن السلام يعم المناطق اللي فيها توتر. أيوة هي دعوة للرومانسية صحيح، بس في النهاية لا تخلو من نبل. تحب إنك تشاركهم؟ أيوة إزاي؟ أبدا، شوية معلومات. أيوة يعني معلومات زي إيه؟ معلومات تساعدهم على تحقيق أهدافهم. أيوة يعني أي نوع من المعلومات. أكيد معلومات عسكرية. ديفيد أنت أكيد مش مقدر خطورة الكلام اللي أنت بتقوله. بالعكس هو صحيح. أنت جننت ديفيد؟ أنت طلبت مني إني أشوف لك شغل. أيوة بس مش بالطريقة المخيفة دي. خلاص انسى الأمر كله. أنسى إزاي؟ أنت اللي بتعرضه عليا شيء مخيف مريع. ونوي ديفيد. دان انت ليه مش عاوز تقولي ايه اللي حصل؟ كلارا حبيبتي انا ما قلتلكيش قبل كده انك صرصاره؟ دان ما حصلش حاجه كلارا. امال ليه حالتك كده؟ انا بفكر. ديفيد رفض يديك فلوس. ديفيد ما رفضش يديني فلوس، انا ما طلبتش منه. انا ما قدرتش اطلب منه كلارا، ما قدرتش. امال ليه انت كده؟ انا اسف كلارا. دان انا مش عاوزه حاجه، مش عاوزه غيرك.
جيمس بلاكوود، سني 30 سنة، المهنة عالم آثار وعضو الأكاديمية البريطانية للآثار الشرقية. يعني لو حسيت بأي خطر أنفذ الخطة فورا بدون تردد، في أي وقت؟ في أي وقت، بالليل أو بالنهار. طب وإذا ما قدرتش أعبر الحدود للبنان لأي سبب؟ عندك الخطة البديلة اللي تخرجك من إسرائيل للضفة الغربية. انت فاهم ان احنا كنا غافلين عنك؟ مش فاهم. اعترف انك حاولت تجنبني لحساب المخابرات المصريه. ما حصلش. اعترف. لا ما حصلش. أنت ما تقدرش تثبت ده، ما تقدرش تثبت ده. لا بوكر توف أدون سامحون. توفي يا ولد. مش معقول تكون نايم لحد دلوقتي. في حاجة؟ أوه في حاجات. في إيه؟ في ميعاد مع مدير بنك أبو عليم الساعة 10:30 والساعة 11:15 ميعادك. أوكي أنا هكون عندك مسافة السكة. خلي بالك الساعة 9:05 دلوقتي. في حد سأل عليا؟ راف سيرن إيزاك بن عميتاي وقال إنه هيتصل بيك الساعة. إذا سأل عليا تاني اديله ميعاد الساعة 8:30 بالليل. جفيري راشي الساعة 8:30. أوكي اتفضلوا انتوا. نينو ممكن تنتظر دقيقة؟ ألو؟ عرفتوه في جفيرة أهروني. ممكن دقيقة معايا؟ أدون سامحون؟ ويا ولاد جفيرة أهروني على التليفون. وصليها بيا من فضلك. الو ديفيد. الو ساري. ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ تقصدي ايه سيرينا؟
اللي انت عملته مع دان رابينوفيتش. هو قال لك ايه؟ مش مهم هو قال ايه، المهم انك تيجي الليلة عشان نحل الموضوع ده. الليله؟ اذا كنت مرتبط الغي ارتباطاتك. انت عارفه اني ما اقدرش ارفض لك طلب سري. اوروفوار. لان اللي زي سيرينا هاروني بتبقى ثورتهم على الاوضاع سببها رغبتهم في الوصول بالمجتمع الى اكمل صوره. نيلو، دخل القهوة عند أدون سامحون. في حاجة بعد كده جفارت؟ لا ميرسي. وهو عايز ايه ده؟ في حاجة مضايقك؟ انت ليه بتقولي كده؟ أنت اللي طلبت مني الصبح أحدد معاه ميعاد الساعة 8:30 لو اتكلم تاني. وهو اتكلم تاني؟ ديفيد. آسفة أدون سامحون، آسفة حقيقي. ادخل نينا. في حاجة تانية جفارت؟ لا تقدر تروح. أدون سامحون. بونوي نينو. أدون سامحون، أنا بعتذر، بس لازم تعرف إني مش أنا السبب. قصدك ايه؟ أنت السبب أدون سامحون. ليه؟ أنت مش طبيعي خالص النهاردة. لو كان في حاجة مضايقاك، لو كنت أقدر أساعد، قولي من فضلك. هيقولوا عليك بتاع نسوان وهوائي وملكش امان. اوكي اوكي يا وديت. قولي ديفيد، بس بشرط. قول ديفيد، أي شرط. لما نكون لوحدينا يا وديت. أوكي أوكي ديفيد، أوكي. ما تنسيش قدام الناس لا. مش ملاحظة ان في صديق منتظر بره ولا ايه؟ آسفة، حالا حالا. انتظر لحد ما تخلص. لا، روح انت وطفي النور وبيقفل الباب. بس أنا عايزة أنتظر. انت عارفة أنا عندي ميعاد بعد ميعاد إيزاك. طيب إذا خلصت بدري هديكي تليفون. هنتظرك، هكون في انتظارك. دخلي إيزاك بنعمتاي بعد 5 دقايق. أوكي حبيبي. رافسان، حالا 5 دقايق بس معاه التليفون.
أفسر، تقدر تتفضل. لا، ما اعرفش امتى بالظبط، انما المفروض اني الاقيها جاهزه في اي وقت. انا ما تهمنيش الاسعار بقدر ما تهمني الحاله الجيده. كام؟ اوكي، ولو ان السعر ده يعني فيه مبالغه شويه. طيب ممكن بقى توضح لي اكتر؟ في موديل 58، وطبعا دي لسه جديده، تناسبك قد سمحون؟ هتكون جاهزه باسم ماجي تورز في خلال نص ساعه، الزيت والبنزين وكل حاجه. لا ابدا، في اي لحظه. بس في سؤال لو سمحت قد سمحون، الضيوف هيحتاجوا للعربيه كام يوم؟ 3؟ اوكي، هتكون في انتظارك قد سمحون. شالوم. أنا جيت حسب الميعاد اللي أنت حددته. اهلا بيك إيزاك. أنا عاتب عليك ديفيد. حقيقي؟ أنا ما بقيتش أقدر أشوفك. انت عارف أنا مشغول قد إيه. وكمان مكانتي عندك ما بقتش زي الأول. لا، أنت بتبالغ كتير قوي إيزاك. تسمح لي دقيقة واحدة؟ اتفضل.